دلوقتي الشخص اللي هتكلم عنه النهارده ومعايا ضيوفي هنعرفهم قدام قبل ما ندخل في الحلقه. هو شخص حاولوا يلاقوا له بدلة كتير جدا، كل ما حد كان بيظهر بنفس الاشكال او نفس المواصفات كانوا الناس دايما بتتوسم فيه الخير ان هو ممكن يبقى حبه منه او في روح من روح. انا النهارده بتكلم عن علاء ولي الدين، مش بتكلم عن علاء ولي الدين في اي فيلم ولا في اي عمل، بتكلم عن علاء ولي الدين ورحله الناظر. مش هتكلم معاك كتير، يلا بينا نقابل ضيوفنا. بقول لك ايه، خد لك لقطة. ايوه زميلي خد لك لقطة طفرة في جيلي. ايوه انا فلتة لقطة. ايوه زميلي خد لك لقطة في الحلقة. ايوه فاكك انا شفرة. وزي كنت بقول لك يا صاحبي، احنا النهارده بنتكلم عن علاء ولي الدين في رحله الناظر، ومعايا ضيوفي او معايا صديق جديد وضيف جديد، وان شاء الله مش هتبقى اخر مره معانا، وهو استاذ عبد الله او عبد الله، خليه البساط احمدي والدنيا لذيذه كده. ايه الاخبار يا صديقي؟ الحمد لله تمام. كله تمام، الحمد كله لله زي الفل. خير. ومعانا يا حول الله يا رب، يا ابني يا حبيبي، مش كل حلقه نبقى في الهم ده مع الناس يا بابا. استاذ بسام، واللي ما شافش يرجع يشوف الحلقات الجديده، ويا رب يرجع يكمل الحلقه ديت بشكل جديد. يلا يا عم الحاج، يلا يا عم الحاج، احنا ناقصين لمخه في الكلام. الحلقات القديمه الحلقات القديمه، ويا رب يرجع يكمل الحلقه ديت. ها، نبدا منين يا رجاله؟ انا من رايي نبدا من اول الطعميه ام سمسم. وسخنه وبسمسم والفول بالزيت الحار. كانتين المدرسه. بتاع كانتين المدرسه. طيب دخل على فيلم الناظر على طول. على طول، مش تحضيرات، مش اي حاجه. لا فيلم الناظر على طول. طيب هو خلينا متفقين ان هنشوف بقى دي اثاره جدل ولا ايه في اول الموضوع. انا بالنسبه لي هو فيلم الناظر هو اقوى فيلم كوميدي مصري في تاريخ السينما المصريه، مفيش اعلى من الليفل ده. دي اعلى حاجه احنا وصلنا لها. في حد مختلف في الموضوع؟ لا هي فانوس. طب الحمد لله مفيش اي خناق دلوقتي. خلينا برضو نروح لنقطه ان علاء ولي الدين وشريف عرفة ده كان تاني تعامل ليهم. اول فيلم اشتغلوا شريف عرفة مع علاء ولي الدين كان هو عبود على الحدود، تمام، وكان بمثابه لعلاء ولي الدين هو الانجاز ان شريف عرفة خارج من عادل امام والثلاثيه بتاعته هو وحيد حامد، فاحنا خارجين مخرج، فاهم؟ استاذ شريف عرفة. استاذ شريف عرفة ده في حته اكسبشن يعني. فانت متخيل الاكسبشن ده جاي بيخرج لي، فاهم حاجه؟ فانت ايه مالك؟ مين ده؟ ده الظاهر كان مستني دوره بس زهق. مستني ايه؟ فالمهم الفيلم دوت هو برغم ان هو ما كانش اول بطوله لعلاء ولي الدين، بس بمثابه ان هو تحدي، لان في الفتره ديت ما كانش فيه ممثل اللي بيلعب 3 كاركترات مختلفين، ان علاء ولي الدين وجواهر وعاشور هما واحد. لان انا واحد من الناس لحد فتره معينه من عمري ما كانش جاي معايا ان هم كلهم علاء ولي الدين من كم الاتقان، دي حقيقه بصراحه. لحد دلوقتي ايه؟ انا لحد دلوقتي فاكر ان الثلاثه كل كاركتر فيهم شخص مختلف اللي بيعمله. جيت تحضير الفيلم دوت، علاء ولي الدين من كم الاتقان كان بيخش على مجدي الهواري كان وقتها هو منتج الفيلم اللي انتج له عبود على الحدود وانتج له الناظر، وفيما بعد بقى هو مخرج مجدي الهواري يعني اللي عارفينه. كان بيخش عليه الساعه 4 الفجر الساعه 5 الصبح، اللي هو بص انت شوف انا بقيت كويس ولا لا في الكاركتر دوت، شوف انا ماسك الكاركتر ده كويس ولا لا. فكان بيعمل له ايه؟ يقلد له مشيه كل واحد من الكاركترات لوحده وما يقولوش ده مين. فمجدي الهواري كان بيحكي اللي هو علاء ولي الدين يا حبيبي الله يرحمه كان بيخش عليه الساعه 4 5 الفجر، انا عايز انام. فمجدي واحد بص كده، طب ده دي مشيه مين؟ طب فبيعمل لي امتحان شامل وانا اخاف اغلط فهيعيد من الاول. فهو كان يعني من التردد بيعمل كل ما يمكن عمله. بجد علاء ولي الدين في الفيلم ده الله يرحمه باذل مجهود، الله يرحمه، باذل مجهود مش طبيعي. طبعا لو ده من ناحيه علاء ولي الدين بس، طبعا هنيجي بعد كده في ناس تانية بنحبها موت. حسن حسني الله يرحمه، سليمان عيد الله يرحمه، هشام سليم الله يرحمه. هو في ايه؟ امال لما الباب بيخبط عندكم مين بيفتح يا عم؟ كل ده يرحمه الله يرحمه ان شاء الله يخليه. محمد سعد الله يخليه. احمد حلمي. في ايه؟ لك الله يخليك. حاجه بقى عادي عادي اهو. الله يرحمه الله يخليك. الله يكبرك. الفنان علاء ولي الدين الله يرحمه كان شخص كان بيحب الفن جدا، كان مخلص جدا لشغله.
مفيش عمل لعلاء غير لما تحس اللي هو استاذ علاء ما اتكلم بأدب يا ولد. غير لما تحس ان هو شخص مش هقول اللي هو بيرفكت، بس ممكن اقرب للشخص اللي هو مثالي في الدور. يعني مفيش دور تقدر تقول ان علاء ولي الدين لو اتشال وتحط مكانه حد تاني يعمله احسن. هو كان دايما بيحاول على قد ما يقدر ان الدور محدش يعرف يعمله غيره، بتفاصيله، بمشيته، بشكله، بكل حاجه. علاء ولي الدين الله يرحمه برضو كان شخص طيب جدا. مواقفه مع زمايله نفسها اللي كان بيحكي بعد كده بعد ما توفى، مواقف إنسانية، أخلاقه عالية. فكان بالنسبة لمعظم جيله كان قدوة ليهم، يعني كان قدوة لمعظم فنانين كان جيله. اجتماعي لأبعد الحدود، يعني فاهم انت، بيعرف ازاي يحبب في الناس من غير ما هو بالنسبة له بيتصرف طبيعي، بس اللي بيعمله ده في وقتها وحاليا وقبل كده ده ما كانش الشخص الطبيعي اللي أي حد بيعمله يعني. بالظبط. فاهم، من اجتماعياته من تعاملاته. بس تعالى نرجع للفيلم في نقطة بقى. أعلى مشاهد ليك في الفيلم، مش إفيهات، أعلى مشهد بتحبه في الفيلم، أكتر مشهد بتحبه. لا ما فيش مشهد ممكن أكون بفضله عن التاني. الفيلم كله من أوله لآخره ضحك، أنا فاهم، بس أكيد في مشهد عارف أنت اللي هو إيه، أنا واقف عنده. ممكن المشهد بتاع المسابقة مدرسة عاشور 0. اللي بصت الفوز مدرسة عاشور. حجاج عبد العظيم برضه، احنا نسينا حجاج عبد العظيم في الدور الصغير ده. ازاي؟ مشهد كامل نفسه، مشهد يعني المشهدين بالمشهد الاول بالتاني، المشهدين مع بعض لا فظاع بجد. وانت عبد الله؟ هو كان بالنسبه لي اكتر مشهد انا حبيته لما ممكن تضحكوا عليا شويه، بس لما نزل البدروم وعرف التاريخ بتاعت مدرسه عاشور لما نزل. تمام. فين المجوهرات واللولي والذهب الكنز بتاع بابا فين؟ الكتب دي هي الكنز اللي سابهولك اجدادك. انت ما ورثتش ذهب وياقوت وحيطان مدرسه، انت ورثت علم لازم تنقله وبامانه. لما هشام سليم سابه قال يا حسين وراح رامي البتاع بعد ما الكهرباء قطعت. بالظبط. هو بالنسبه لي ده انا عايز اقول لك حاجه، بس ان الفيلم ده هو كان الرساله بتاعته ممكن تكون كانت كوميديه، ولكن كانت الرساله بتاعته كويسه جدا. ان هي كانت بتتكلم على التعليم مش بالضرب ولا بالعنف ولا بالشده، لا، لازم التعليم عشان نتعلم صح لازم نبدا بدايه اللي هو واحده واحده وبشويش عشان الواحد يستوعب المعلومه توصل له ازاي. حفز الطلاب بالظبط، اديهم مكافآت، اعرفهم لما بيعمل حاجه صح هيبقى ليهم ثواب، مش اللي انت عمل حاجه صح عادي عمل حاجه غلط يتضرب او يتعاقب. ففعلا كان فيلم رسالته قويه جدا. في كم مشهد في الاول هو حاول يخليك تدور في تاريخك. هو دخل على الفراعنه، دخل على تقريبا الدوله العثمانيه، دخل على ايام سعد زغلول الثوره. هو عمل الكاركترات دي كلها من غير ما يحس. دخل على الفراعنه والمماليك عشان تطور المماليك 140 دليل. اتصل ب 140 دليل يا فندم. فين سلطان مصر؟ انت! انا كاتب مين لما حب خاطب الشعب المصري؟ قال له ليبرس مات وسلام يا عيني تايه عمال بيلف عليهم. هو عمل برضه الثوره. احنا ما خدناش بالنا من اللي هو عمل الثلاث كاركترات دول، لان احنا مش مقتنعين ان ممكن ده يكون علاء ولي الدين برضه. يعني هو حد تاني اللي بيعمل، حد تاني اللي شغال في الدور. فدي كانت حاجه تحسب له، اللي هو كل دور يعني لو حد ركز في الموضوع او ركز في الفيلم ككاركتر مش كفيلم، علاء ولي الدين كان عامل كل دور بشكل مختلف، بطريقه كلام مختلفه، بلكنه مختلفه. ودي بصراحه ما حدش يقدر يعملها غير ممثلين تقال جدا. يعني ما فيش حد دلوقتي بالنسبه لي، ما فيش حد على الساحه دلوقتي في مصر ممكن يعمل دور فيلم واحد فيه حوالي 6 كاركترات. بمناسبه الكاركترات خلينا اسالكوا سؤال برضو ايه ممكن يبقى اثاره جدل كده شويه. كاركتر جواهر علاء ولي الدين عمله كاركتر ست، راجل بيعمل ست. في السينما في ممثلين كوميديانات كتير عملوا كاركترات ستات. في منهم اسماعيل ياسين، في منهم عبد المنعم ابراهيم، في منهم محمد هنيدي. فهل انتوا شايفين في كاركتر ست اتعمل يعدي جواهر؟ الفرق بين الكاركتر بتاع جواهر، كل الكاركترات اللي انت قلتها، ان كاركتر جواهر ما كانش بيعتمد على حته الاثاره او ان انا بعتمد على نوسه الكاركتر اللي انا بعمله. يعني كل اللي انت قلتهم دلوقتي هم في لحظه ما طب ما انت عندك الخاله نوسه
عندك الخالة نوسة، خالد محمد هنيدي ما كانش فيها صار. الأنسة حنفي، إسماعيل ياسين، فاهم؟ بس بتتكلم برضه في الخالة نوسة سكر هانم خالد نوسة برضو كان بيلعب على نقطة إن حسن حسني برضو كان بيحبها فكان معجب بيها. طب يعني برضه هو حسن جواهر. حسني تقبلي تتجوزيني يا جواهر. بس لا دي واحدة، هو ممكن يكون حسن حسني كان في الفيلم بتاع الناظر كان عايز يتجوزها عشان ياخد المدرسة. أي ما هو ده ماشي، أنا طب قصدي اللي هو مش خالد نوسة ما كان عايز يتجوزها عشان هو أعجب بخالد نوسة. حتى لو بصيت على الفرق بين الكاركترين أنت كست خالد نوسة كان شعرها أحمر أصفر لا كان أحمر مش مشكلة دلوقتي لون شعرها بس ككاركتر أو كست هي معتمدة بشكل كامل على الشكل. غير ان محمد هنيدي كملامح كشكل احسن بكتير من ملامح علاء، احسن بكتير من جسم علاء. فانت كنت معتمد على الفيزيكال والشكل بتاع الكاركتر. غير علاء الدور كامل ما كانش فيه اي نوع من انواع الاثاره، ما كانش فيه اي نوع من الخروج عن النص. حتى المشاهد الكوميديه كلها غير اللي انا معتمد على الاثاره او الكلام ده كله. يعني كان في مشهد تقريبا في خالد نوسة اللي هو كان عاوز يمنع حاجه في البيت، اللي هو حاول معاها لما كانت وصلت له البيت. الكلام ده كله ما انا بتكلم في ايه؟ مش انا بتكلم في النقطه دي. فيلم ايه؟ خالد نوسة انا بتكلم عن الكاركترات. ايوه فين المشهد ده؟ لما راح له البيت وكان تمام. ده احنا رحنا لحسن حسني اللي هو بقول لي تمام. انا جيت يا جماعه، الحمد لله على السلامه، انا وصلت دلوقتي. فقطاطا اعتمد بشكل كامل على تون صح. الصوت. قطاطا محمد سعد برضو اعتمد بشكل كامل على تون الصوت، على طريقه الكلام، ما اعتمدش على كاركتر، ما اعتمدش على دور. يعني انت بتعمل كاركتر ينفع معاك في اي حاجه. جواهر ما ينفعش معاك في اي حاجه، جواهر ينفع في الدور. عشان كده محدش هيعرف يعمل كاركتر جواهر التاني. يعني ممكن خالد نوسة او قطاطا ممكن حد ممثل تاني يحاول يعمل ده، ممكن ينجح فيه. مش هقول لك اللي هو اكيد هينجح فيه، هو ممكن ينجح فيه. انما جواهر كدور محدش هيعرف ينجح فيه شبه ما نجح فيه علاء. فدي نقطة تحتسب لعلاء، وتحتسب اللي كاتب الدور احمد عبد الله، وتحتسب للمخرج شريف عرفة، لكل اللي كانوا قائمين على العمل بالنسبة لدور جواهر. الاستاف كله. ارجع لك برضو بقى لنقطة تانية. احنا اتكلمنا عن علاء ولي الدين، تعالى بقى نخش ونفرمط واحدة كده. حسن حسني. حسن حسني كانت بداية انطلاقه كحسن حسني الكوميديان كان في عبود على الحدود. ده عايز اقول لك، بص هو بداية الفترة بتاعت عبود على الحدود حسن حسني ما كانش بيشتغل. كان بيشتغل قبليها بس ما كانش حسن حسني الكوميديان. انا ممكن اوصف حسن حسني بحاجة. المية. هي دي انا ممكن اتفق معاك شويه فيها يعني. حسن حسني عامل شبه الميه اللي هو بيتاقلم مع اي ظروف، مع اي حاجه. لو حطيته في اي دور ان شاء الله لو مشهد هو هيعلم وهيحط البصمه بتاعته. حسن حسني كانت في الفتره بتاعه عبود على الحدود والناظر والافلام دي كلها لحد وصولا لبوبوس مع استاذ عادل امام. كان في كل مشهد هو بيعمله حتى لو كان صغير كان بيعلم مع الناس. تمام. فانا بوصفه بالميه. تحطه في اي دور. دلوقتي شبه بيومي فؤاد. لا بص اقول لك على حاجه كده بتقارن كثره الاعمال. لا انا بتكلم كثره اعمال. بص في فرق. انت ده قدام الكاميرا وفي الادوار وفي طريقه المذاكره وفي الافيه يا راجل. حسن حسني مش بقارن. بص انا مش بقارن ما بين بيومي فؤاد بحسن حسني. هي المقارنه معلش انا اسف. المقارنه المقارنه بتكون ظلمه. كان اختياري لوصف استاذ حسن حسني وهو بالميه. هو دي حقيقه. هو الميه دلوقتي باين كمان من غير الاعمال. يعني في اعمال كتير قوي انت بتسرح بخيالك ولو 1%. لو حسن حسني كان بيمثل الدور ده كان هيعمله ازاي؟ وحرفيا انت بترد على نفسك في نفس اللحظه احسن من كده مليون مره. بص هي الميزه في حسن حسني ان انت ما تقدرش تفتكر له افهاته في فيلم واحد. يعني ما تقدرش تفتكر افهاته كلها في فيلم واحد. لا انت كل ما تفتكر حسن حسني تفتكره في فيلم من كل فيلم. حاجات كتير قوي. فهو معلم معاك في كل فيلم حتى لو في افيه واحد. يعني حتى لو في واحد هو معلم معاك في كل فيلم. برضه نرجع لنقطتنا تاني. خليني اقول لك ان بقيه ابطال العمل حسن حسني احنا متفقين اللي هو ميزان الافلام، ميزان اي عمل بيطلع فيه هو اللي يوزن
وحلقه الوصل بالنسبه لي بين بطل الفيلم وبين بقيه الكاست، بين صعب حتى بين لو الكاست هو- وبين الجمهور. حتى وهو فيلن انت مش عارف تكرهه. هو يعني عارف انت، هي مش خيابه منه، يعني نقطه ان الفيلن انت ما تكرهوش دي ما بتبقاش شطاره، دي مش حاجه حلوه، ده الممثل ما بيبقاش عمل دوره صح. بس في حاله حسن حسني لا، هو عارف ازاي يخليك ان انا بعمل حاجه غلط، انت بتحب شخص غلط. فاهم علي بيتكلم في ايه؟ فاهم علي بيتكلم في حسن حسني فاهم منه فيه. انت شخص حرامي نصاب، ومع ذلك دبش. انا حبيتك. فيه ضبش دول ضبش حرام، فاهم انت؟ فده اللي احنا بنتكلم فيه. وبرضو انت لو اتكلمت في سيد برضو في الناظر، ما هو برضو هو شخص انتهازي وحرامي. 50,000 جنيه تباشير في السنه، صباح الفل، ايه ما هو حرامي. 15,000 جنيه تباشير ابيض في السنه. تباشير ابيض في السنه. 15,000 جنيه تباشير ابيض في السنه. ايه ده السنه جرت بسرعه. يا سيدي الابيض درجات، مش مساله. ما هو حرامي، هو طمعان برضو في المدرسه، بس برضو انا حبيته. ابيض الالوان عشان هو كان 100,000 كانت 100,000 الالوان، انا فاكر الفيلم. داخل لك في المسابقه دلوقتي يا زلمة. ده كان حسن حسني باختصار شديد، يعني احنا لو فضلنا نتكلم عن حسن حسني مش هنقفل الحلقه. اسبوع مش والله ده انا بقى بصوا يا جماعه، عشان هحضر الحلقه ديت وعشان نصورها دلوقتي، احنا حرفيا بنعاني وعمالين بنروح شرق وغرب لان الكلام مش هيخلص. فاحنا هنخش بجد. على حد تاني من ابطال الفيلم. ايه خش، بقول لك ايه، خش على احمد حلمي. لا احنا ممكن نخش الاول على محمد سعد. لا احمد حلمي، لان هقول لك ليه، دي وجهه نظر. التقديمه بتاعت حلمي هي اكتر من اكتر تقديمات عبقريه لشخصيه في التاريخ. حيوان يا متخلف، انت اطرش. انا فعلا ما شفتش حد بيخش فيلم بالمنظر ده. انا بجد ما لحد النهارده، هو من ساعه ما وعيت وابتديت ان انا اتفرج لحد النهارده، انا مش لاقي انترنس لكاركتر او دخول لكاركتر في فيلم بالتقديمه العبقريه اللي عملها شريف عرفة دي بجد. تعود الاسد. انت تعرف ان اللي كان بيهزقه في العربيه هو شريف عرفة نفسه؟ انت يا حيوان، ده شريف عرفة في العربيه، فاهم؟ بجد عبقري، شخص فاهم انت، بوهيمي لابعد الحدود. انا شخص عاشق لاحمد حلمي. مين بيحبش احمد حلمي؟ عاشق لاحمد حلمي بكل افلامه، حتى الجديد منها. انا اي افيه بيقوله احمد حلمي بيموتني ضحك. بس انا ما شفتش كاركتر لاحمد حلمي. شبه عاطف. لا عاطف شبه واحد عاطف. تانية. شبه عاطف. الشخص ببساطه شخص هتلاقي في حياتك عامة هتلاقي شخص شبه عاطف. ده اي حد حقيقي. فينا شخص ولا هو في الدنيا والله سايبين واحد شبه عاطف في الاول. ولا شاغل دماغه بحاجة. هو يصحى ياكل ينزل شغله يخلص شغله يروح يقعد على هو القهوة. عارف انا بتكلم عن إيه. شكرا. بس ايوه والله عارف 13. بس عشان الحلقه الثانيه انا مش هسيبك. تقديمة احمد حلمي هنا كانت عبقريه، وبرده دي كان تاني عمل لاحمد حلمي، لانه برده اشتغل في عبود، كان اول مره يمثل، كان برده مع شريف عرفة. فاحمد حلمي باختصار حرفيا من اعظم الادوار اللي عملها في مسيرته كلها دي حقيقه. كان دور عاطف. ولو اتكلمنا برضو عنه اسبوع من هنا قدام مش هنخلص. قال لك في واحد صاحبنا كان اسمه ليمبو. اه ايه الليمبي؟ لومبك. ايه الليمبي؟ قال له لومبك انت جاي كمان تخن. الليمبي. الشخصيه ديت، خليني قبل ما نروح لمحمد سعد، بس يعني الشخصيه ديت من اول كتابتها لاحمد عبد الله هو ما كانش فيه كتابه، هو شخص بيعمل سد خانه، فاهم انت اللي هو ايه، مفيش ليمبي على الورق. او عشان ما بقاش ظالم تجاه المؤلف اللي هو احمد عبد الله وتجاه شريف عرفة، هو في شخصيه اللي هو صاحب اليوم التالت صايع، بس مشهدين. هو يغرق جسمك. مفيش اوعى يغرك جسمك. اصلا تقريبا كانت مشهدين. الانترانس بتاعه برضو كان برضه عبقري. برضو عبقري، بس برضه مش زي حلمي. لا. الانترنس بتاع حلمي ده في حته ثانيه خالص. الانترانس بتاع حلمي انت الخضه اللي خضها لك بالدخله رهيبه. انت المشهد بتاع بدايه ظهور الليمبي المشهد كامل جامد. مفيش بما فيهم الممثله مش فاكر اسمها ايه بصراحه، اللي هي كانت عامله مراته. الله وانا مالي يا ليمبي. انا ليمبي دي شهاده وفاه بابا. سلام شهاده الوفاه. مات. مشهد عبقري. واللي مفكرهم بيه يعني عبقرية المشهد ان اللي مفكرهم بصاحبه اللي هو الليمبي هو احمد حلمي. ولما راح الفرح هو افتكر صلاح بن الناظر وعلي ولي الدين وما افتكرش احمد حلمي.
فاهمني؟ وبقى قاعد طول الفرح ماسك انت شمعة بقى قاعد انت عامل كده. بتتكلم انت بتتكلم في يعني الشيء ونقيضه اتحطوا مع بعض، كاركترين عكس بعض. عارف انت لو تحطهم خبطتهم في بعض بيطلعوا نار. المشهد ده بالنسبه لي، المشهد ده انا بس ممكن اسيب المشهد كله واتفرج على احمد حلمي. احمد حلمي هو قاعد طول المشهد ما بيتكلمش، بس انت اتفرج على احمد حلمي او عامل فيلم لوحده. هو تلاقيه ماسك البتاع كده والاثنين بيضربوا بعض وماسك الشمعة عامل كده رهيب. فالمشهد كامل برضه بدايه دخول محمد سعد في فيلم الناظر. لا مشهد مشهد تعالى خرافي. بقول لك ان انت لو هتتكلم انت هتتكلم عن حاجات كتير جدا، بس ابرزها هو محمد سعد نفسه ان هو يعمل الكاركتر ده، لان الكاركتر ده معاه من زمان، من ايام الشحططه ما ظهرش، بس الكاركتر ده معاه من زمان، شبه نفس كاركتر قطاطه معاه من زمان، فاهم؟ فالكتابه كانت حلوه، بس محمد سعد عارف انت اللي هو ايه، انت مديني طبقتين كيك فانا رحت قلبها لك تورتايه. ده اللي محمد سعد عمله. وعارفين هو كان مديله دقيق عملوا تورته. ده بجد ده حقيقي. مديله دقيق عملوا تورته. لا برضه بس الكتابه كانت كويسه، ترتيب المشاهد نفسها وظهوره كان كويس، لدرجه ان بعد كده اللي هو هيغرك جسمك والكلام ده كله، كل ده ابتدى يظهر في مناطق فاضيه في الفيلم. شريف عرفة هات لي محمد سعد، او المشهد ده عايز الليمبي، المشهد ده عايز الكاركتر ده، برضه بنظره شريف عرفة العالميه، فاهم؟ هو استاذ. فانت بتتكلم في حاجات مش طبيعيه. وبرضه يعني احنا حاولنا نبقى دقيقين قوي في اكتر 3 بيضحكوا ولا اكتر 4 بيضحكوا، بس انا لو لفيت طب ما هروح لسلمان عيد انا هضحك. لا برضه سلمان عيد كان عامل دور برضه سلمان عيد اللي هو انا بجد الله يرحمه، بس انا هتقتل ضحك في حاجات كتير قوي كان عاملها، فاهم؟ وان شاء الله محدش هينخرب ورانا، فاهم انت؟ هو لو في حد ينخرب ورانا، لو في حد هينخرب ورانا فاهم؟ سامي سرحان، ام سامر اللي هو جابر الشرقاوي عايز الختم برضه من يمكن ده تاني اكتر دور بحبه له بعد جابر الشرقاوي. جابر الشرقاوي كان علامه لوحده، فاهم انت؟ بس اللي هو عايز اقول لك برضه من الممثلات اللي معلمين في الفيلم معايا جدا، ومع ذلك ما اعرفش ولا اسمهم، واعرف لهم عمل تاني اللي كانت تلعب دور مديره مدرسه البنات. التانية انا عارف انت هتقول مين. لا ما قصدي على دي. لا والتانية برضه دي التانية كويسه جدا. البنت اللي بس معاهم التانية برضه. لا كان معاهم بنت لما كان ميس انشراح. لا. بص احنا على فكره احنا هنوسع الموضوع، هيوسع وهنروح في حتت كبيره، لان احنا رايحين نميس انشراح وبعدها هنخش في زكريا الدرديري، فاحنا لا احنا رايحين في حته بعيده. يوسف عيد لا احنا رايحين في حته بعيده بجد. الموضوع ان الفيلم كل مشهد محطوط صح، وكل كلمه بتتقال هي مش تقل دم، هي بتضحك، سواء بقى الممثل اللي قايلها، ابداع من الممثل، ابداع من من المؤلف. الافلام القليله اللي هي مفيش لو جم قعدوا عشان يطلعوا غلطه مش هيلاقوا فيه غلطه. لا يا صاحبي، هو انت لو جيت قعدت عشان تتفرج اساسا عشان تركز او ان انت تراجع او ان انت تعمل، مش هعرف. للحظه انا هنسى ان انا كنت بعمل ايه، انا هقعد اضحك. الفيلم انا عارفه وعارف ترتيب مشاهده وعارف الافيه ده هيتقال هنا، وانا عارف ان الممثل ده يعمل كذا على الافيه، انا هضحك. بص نرجع تاني لنقطة عنوان الحلقة علاء ولي الدين. نادرا دلوقتي لما بتلاقي بطل عمل بيسمح بكمية الممثلين دولت يبانوا عليه، ومع ذلك هو كان ظهوره في الفيلم طاغي، يعني هو كان حضوره طاغي، ومع ذلك انا مدي مساحة لكل الممثلين اللي معايا، ده يرمي افيه وده يطلع بس تخيل والله، يعمل هي ما اعرفش هي مقصوده ولا هي من عند الله، بس برضو اعلى مشاهد فيها ضحك هي مشاهد علاء ولي الدين نفسه. انا بقول لك هو كشخصيه صلاح، مش عاشور ومش جواهر، على قد ما فيهم ضحك. يعني افكركم بحاجه، فاهم؟ المشهد اللي الليمبي اخدهم فيه البيت دعاره، راح حاطين احمد حلمي في اوضه كلها صور. وبعدين ايه كل الصور دي؟ انا وقعت في مجله ولا ايه؟ حاطين عاطف صلاح في حاطين صلاح مع بيتر وسام، وهوبا يطلع مترجم بقى. ناتاشا ترحب بك وتتمنى لك سحر سعيدة. انا جاي الاول. لا تقول لك ناتاشا، يعني ايه الخيال اللي جابك ان انا اعمل كده؟ فاهم حاجه؟ بقول لك انت مدي مساحه لكل ممثل عندك يرمي افيه، ومع ذلك انت حضورك طاغي. ولي الدين كان برضو من الممثلين اللي كانوا شاطرين جدا في فيلم الناظر، وما خدوش حقهم بعد كده. كانت الممثله اللي معاهم بسمة، الشابه بسمه. بقول لكم ايه يا رجاله، انا بصوا انتوا بقى بتتكلموا افلام والعاب والكلام ده كله، يلا نلعب لعبه في لقطه، برنامج العاب جديد هنا على القناه. ولو حابب تشارك معايا وانت من اسكندريه تنورني في اي وقت يا صاحبي، بس لو مش من اسكندريه برضو تنورني، يعني احنا اهل كرم عيب عليك. بس برضو خليني اقول لك نقطه، انت لو مش من اسكندريه هلاقي صرفه قريب قوي للموضوع دوت.
لو عجبتك الحلقه متنساش لايك، كومنت، سبسكرايب وشير كتير، واهم حاجه خد لك لقطه.